بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل جمهور الزمالك العظيم، أهلا بكل متابعي صفحة ملوك ميت عقبة وقناة ملوك ميت عقبة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل بفضل الله، ويومكم كله خير وسعادة يا رب. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي وبيحصد أول 3 نقاط في الدوري وأول فوز في الدوري. طبعا مبروك لكل جمهور الزمالك العظيم، مبروك لكل شعب الزمالك العظيم، مبروك لكل اللي كانوا في الاستاد، اللي ورا الشاشات، اللي في القهاوي، اللي في الكافيهات، كل جمهور الزمالك العظيم مبروك. طبعا الزمالك بيفوز رغما عن أنف معروف ومنظومته الفجرة اللي بتعامل الزمالك يعني بأسوأ الطرق، الحريصة تملي على المنظومة، الحريصة على اللي هي تدوس على الزمالك وتكسر في الزمالك وتهمت في الزمالك. الزمالك بيفوز على منظومة كاملة. الزمالك بهدف شيكا النهاردة بيكمل فرحتنا باليوم الجميل وبيطلق صواريخ اللي هي انطلقت منذ الصباح، يعني زي ما قال الموقع الرسمي بتاع نادي الزمالك، الصواريخ اللي انطلقت منذ الصباح شيكا بيكملها يعني وبيفرحنا وبيهدي الزمالك أول 3 بونت في الدوري. الزمالك بيفوز على المنظومة وكل الناس اللي هي حابة وحريصة ان هي تدوس على الزمالك من بدري وتوقع الزمالك من بدري وتهمت وتهنت في الجمهور وتحسسه ان مفيش فرصة في اي حاجة الموسم ده. الزمالك بيفوز على كل دول وبيثبت احقيته ووجوده. الزمالك موجود، الزمالك ده هيفضل فوق دماغكم، موجود غصب عنكم، موجود بجمهوره وبتاريخه وبعظمته. الزمالك موجود رغم عن أنف كل دول. وبصراحة يعني أنا بتكلم في القصة دي من أول الموسم وبكتب عليها كتير وبنزل عليها حاجات كتير. يا ريت كل اللي يخش بس معانا في الأول كده يعمل لايك وشير للبث عشان نوصل لعدد كبير من إخواتنا الزملكاوية. أنا من أول الموسم يا جماعة قلت، والناس كلها اللي بتتابعني وشايفاني يعني ومتابعاني على طول، والناس طبعا متابعين الصفحة عارفين الكلام ده، قلت إن المنظومة وكل الناس والمنافس شايفين إن اللي جاي هيبقى جامد جدا واللي جاي هيبقى صعب عليهم، فهو بيحاول من بدري ان هو يهمدك ويهمدك ويجي عليك ويضيع منك بنقط عشان اللي جاي يلاقيها ارض بايره ويلاقيها ارض محروقه اكتر ما هي محروقه. فبدل ما جاي يحل في مشكله ولا 2 ولا 3، لا يجي يحل في 10 مشاكل. الزمالك منذ بدايه الدوري لعب 3 ماتشات، بيراميدز، المقاولين، وكمان النهارده البنك الاهلي. الزمالك اتعادل مع بيراميدز، كلنا شفنا الطرد بتاع محمود علاء، طرد ملوش اي لازمه، وشفنا دور الحكم ازاي كان بيهمد ويهند في لعيبه الزمالك. الزمالك قدام المقاولين وشفنا الحكم اللي مش مقتنع، اللي ما حسبش ضربه جزاء للزمالك، اللي هو كان طول الماتش انذارات، ودي حاجه واضحه جدا في لعيبه الزمالك. ما تستغربش لو لقيت الماتش الجاي فيه 2 3 لعيبه محرومين من اللعب. الزمالك كل ماتش 5 6 لعيبه فيه بياخدوا انذارات وكارت احمر، كل ماتش 5 6 انذارات وكارت احمر. حاجه غريبه، الناس نازله، الحكام نازله متوجهه وعارفه التارجت بتاعها ايه. الحكم النهارده زي حكم ماتش المقاولين حسب في الاول، حسب انذار لمحمود علاء في نص الملعب، كوره لا ترتقي للانذار النهائي، حسب انذار واضح جدا الراجل متارجت تهميد وتكسير وترهيب لعيبه الزمالك من بدايه الماتش. حسب كوره شاور على ضربه جزاء اللي هي كوره لمسه يد على ابراهيم انداي، في الاخر طبعا تراجع وحسبها من بره ال 18 لان الكوره واضحه جدا. جه في كوره الطرد حسب طرد مباشر. وانا ماشي معاك واحده واحده، ما شفناش الكوره، ما شفناهوش التدخل كان عامل ازاي. بنتفاجئ ان الفار بيستدعيه، واحد يعني الف ب، والفار بيستدعي حكم بيقول له القرار اللي انت خدته محتاج تراجعه او محتاج تشوفه، لان الكوره ما فيهاش طرد، او الكوره ما فيهاش ضربه جزاء، او الكوره ما فيهاش هدف، او الكوره فيها مخالفه سابقه. دي الاربع حالات اللي بيرجع ليها الحكم في الفار واللي الفار بيستدعيه. هنا الفار شاف ان التداخل سليم وان التداخل غير
مستحق وان الطرد غير مستحق. تعالى وشوف، جابها له من كل الزوايا ان الكوره ما فيهاش اي تلامس، وان اللعيب وهو بينط فقد التوازن، وعواد بيلم جسمه الراجل خبط فيه وقع. لكن الحكم عشان متارجت الطرد راح حسب الطرد، ملوش دعوه باستدعاء الفار. زي الحكم بتاع مش مقتنع، الفار يجيبها له اللي هي لمسه يد، يقول له لا مش لمسه يد. ولما يجيبها له من صوره واضحه ان هي لمسه يد، يقول له اصل 3/4 بره وربعها جوه. ولما يقول له طب ما هي على الخط ولا الربع ده يتحسب بلن، يقول له لا انا مش مقتنع. فهو مش بينفذ القانون، هو نازل متارجت وعارف هو عايز يعمل معاك ايه. زي ما قلت في ماتش المقاولين بالظبط، هي الناس نازله ومتارجته هي بتعامل معاك ازاي. الزمالك بقى مستباح، ومش عشان مفيش مجلس، هو ده اللي بيتعامل معانا من مده كبيره. مستباح، محدش عامل حساب للجمهور ولا للنادي ولا عرقته ولا عبقته ولا اي حاجه خالص. الناس جايه علينا بطريقه مستفزه، في وجود فار، في وجود حكم ساحه، في وجود حكم رايه. انا رايح انفذ اللي انا عايز اعمله. اي لمسه لعيب الزمالك بانذار، اي لمسه لعيب الزمالك بانذار. انا رايح ونازل انفذ التارجت بتاعي. التارجت بتاعي ان انا هاذي لعيبه الزمالك، التارجت بتاعي ان اي حاجه على الزمالك خلاص هحسبها. نيجي للعبه الثانيه، من سبب اللعبه دي اتسجل في الزمالك هدف طبعا، والخطا الكارثي من محمد صبحي. لكن هل الفار رجعوا الجون كده يا جماعه؟ الهدف ده هتلاقوا انه في 3 لعيبه واقفين في موقف تسلل من لعيبه البنك. هل الفار رجعه؟ هل الحكم فكر يراجع الفار ويقول له هل فيها شبهه ان يكون اللعيبه اللي واقفه تسلل في موقف تسلل حاجبه الرؤيه عن حارس المرمى خلته يعمل الغلطه دي؟ هل حد رجعه؟ حد يراجع الكوره كده؟ الهدف هو داخل 3 لعيبه من البنك الاهلي واقفين في موقف تسلل. فقبل ما نحلل فني، وقبل ما نتكلم على اللعيبه، وقبل ما نتكلم على المدرب، نشوف المنظومه الوسخه دي بتتعامل معانا ازاي. المنظومه اللي نازله تهد وتهد في نادي الزمالك. وزي ما قلت له قبل كده، يا ابني انا فيا اللي مكفيني، يا ابني بتعمل معايا كده ليه؟ يا ابني انا مش بنافسك، يا ابني مفيش حد في المنظومه عارف ان الزمالك بينافسك. كل الناس عارفه مشاكل الزمالك. الزمالك ما فيهوش اداره، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش لعيبه، معاه مدرب مجنون. وانت برضه مصمم تيجي عليا. ما بقولكش ساعدني، بقول لك اديني حقي. انا ما بقولكش ساعدني، لكن البجاحه واضحه والفجر واضح والعهر التحكيمي ضد نادي الزمالك واضح بكل المقاييس. ومحدش يقول لي اخطاء تحكيميه، لان انا زهقت من الكلمه دي. اللي بيحصل مع الزمالك مش اخطاء تحكيميه، دي حركات وتوجه عام للحكام. محدش يقول اخطاء تحكيميه، الخطا التحكيمي وارد، لكن اللي بيحصل مع الزمالك ده عهر تحكيمي وتوجه تحكيمي واضح. لا يمكن حكم يروح للفار ويشوف ان مفيش تلامس ويحسب الكوره طرد. لا يمكن يدخل هدف وفي 3 لعيبه واقفين في الاوفسايد ومفيش حكم يروح يراجع اللعبه ويشوف اللعيبه دي حجبت الرؤيه عن حارس المرمى ولا لا. لا يمكن اشوف ان الكوره بتاعت الطرد الراجل دخل كنس دونجا، كنسه شاله من على الارض، ولولا ان دونجا جري عليه وضغط. وانا بقول لدونجا شابوه في اللعبه دي، لان لازم لعيبه الزمالك والجهاز الفني يشتغلوا على كل لعبه وكل كوره ويضغطوا على الحكام، لان هم مش بيحسبوا لنا حاجه ابدا. مش بيحسبوا ابدا. دونجا لولا راح وضغط على الحكم وخلاه وقف الماتش واداله الانذار كان ممكن اللعبه دي تعدي. لو الهجمه استمرت كان ممكن اللعبه تعدي. ده راح كنسه.
دونجا بيفوت الكوره وهو كنسه، اداله الانذار الثاني والطرد، لولا دونجا راح ضغط عليه. فهي منظومه وسخه، منظومه فجره، تتعامل مع الزمالك بفجر وبتوجه، لان ده اللي بيحصل معانا. ده التارجت بتاع الحكام مع الزمالك، التارجت مع المنظومه ضد نادي الزمالك هو اللي احنا بنشوفه في الملعب. حكم يقول انا مش مقتنع، وحكم الفار يستدعيه يقول له ان الكره دي ما فيهاش طرد، ومصمم يحسب اللي هو عايزه. زي كل ماتش الحكم يحسب 6 دقايق ويلعب للدقيقه 7:30 لغايه لما المقاولين جاب هدف، ولغايه النهارده يمكن البنك يجيب هدف. حاجه في منتهى العبث، بيتعاملوا مع الزمالك بمنتهى العبث وبمنتهى الدناءه. لكن احنا الزمالك رغما عنكم. الهدف بتاع شيكا صحيح انا قلت هو كمل صواريخ اللي هي انطلقت منذ الصباح في فلسطين وفي ارضنا في غزه، والحاجات اللي احنا مبسوطين بيها من الصبح يعني والحاجات اللي بتفرحنا كلنا. لكن شيكا شاط كوره صاروخ جت في قلب معروف وفي المنظومه وفي ابو جبل وفي كل واحد بي يريد بالزمالك السيء والمكروه.